المصريه لازم ندلق منها طبيخ على الرخام، فاحنا جبنا طبيخ هنطبقه على الرخام دلوقتي في ورطه عشان نشوف مدى ان هو هيعلم ولا مش هيعلم. نحط عليه اول حاجه القهوه اهي، عشان لو سبت البيت دلق منها قهوه. ده قهوه سكر زياده ولا قهوه مظبوطه اهي؟ قهوه مظبوطه. بس بحاول اجيب تمام البن نفسه كله. بص كده هنحط دلوقتي كاتشب اهو. ده كاتشب. ده كاتشب اهو. ماشي. هنحط مستردة كمان. دي ايه بقى؟ مستردة. البيت المصرية لازم ندلق منها طبيخ على الرخام، فاحنا جبنا طبيخ هنطبقه على الرخام دلوقتي في ورطة عشان نشوف مدى ان هو هيعلم ولا مش هيعلم. مش ملاحظة ان انت ماشية فوق الطاولة ومش خايفة؟ لما انت نديك لو الامان. اتكسرت هدفعك انت تمام. نديك الامان على فكرة. وفعلا انا واقفة كده فوق الطاولة فهي تحمل فعلا حقيقي. وتحتها فاضي على فكرة. تحتها فاضي كمان؟ ما هي على كسر، على حتة رخام وفي النص فاضي. ليمون كده تمام؟ تمام. كده تأثر على ايه؟ نقطع الليمون. بالسن اعمليها كده، خرميها بالسن. ايوه بس. يلا اقفل. اقفل خالص؟ لا عايز اقفل خالص. طب احنا هنسيبها قد ايه يا باشمهندسه كده؟ احنا هنقعد كده نشرب القهوه مع الحضرتين كده ساعتين ونرجع تاني نبص عليها ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام. اقفل خالص بقى. في ايه تاني يا باشمهندسه معاك؟ الشيخ خالد شربنا شاي، فنحط الشاي بالمره، قلت له هنطلق الشاي برضه نجرب ربما هيعلم ولا لا. بعد الليمون كده بشويه. فضي كله بس. كده بقى شايفين كل حاجه، مستردة، كاتشب، قهوه، طبيخ، ليمون، شاي. يعني عملنا كل ما يمكن نعمل، وان شاء الله كده الكاتشب هو اللي يكسب النهارده. ثواني كده مش بتتكلم، الحاجات كلها نشفت اهي زي الفل اهو. بصوا القهوه نشفت، الطبيخ نشف، الليمون نشف، الشاي نشف، وادي المستردة. بص وانا ماشي عليها، بصي يبقى هنحط 120 كيلو. 120 كيلو واقف اهوت عليها الثالث. بص نقف عليها لو شوف تاني ده. ده كده ايه؟ الشاي. ادي الليمون بعديه. الليمون والصلصه. دوت الطبيخ. السكينه فين اللي كانت معانا؟ ثواني. طبعا الحاجات نشفت اهي، فمش عارفه ما تطلعش بسهوله. لا مش بسهوله، بس عشان ايديا بس. ايوه ما انا عارفه اهو. ده بلاستيك. العلامات دي بلاستيك، يعني الصفار ده بلاستيك ما تشالش. بص بيتكحت ازاي؟ زي الفل. القهوة
مستردة. ممكن المستردة اتعلم عشان فيها صبغة. تمام. لو عايزين نشيلها بشوية خلور بقى، بس انا نسيت اجيب خلور. لا مش هتعلم. معالي متر ورا. فيها المستردة دي. المستردة فيها صبغة. حتى الصفار بتاع المستردة اللي فيها صبغة راح اهو. والشيخ خالد بيعمل بالتراب. بفكركم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.